يا بلدنا يا بلدنا يم الجمال والسحر ربان، يا اسمي غالي وعزيز عطرت بلساني، عاشق لنور الفنار في الطلع والضيق، وعاشق لسير السفاين في الريحة والجاي، وعاشق لشبكة الصيادين وخرجتها من المي، عاشق لبرج الحمام، عاشق لبرج الحمام عالسطح وبناني، والطير يسبح ربنا فوق فوق في العالي، وعاشق لنزلة النورس في البحر وكنال. لو خيروني ما بينا وكافة البلدان، مرضاش بغيرها بلد لو حتى أكون سلطان. الله عليكي يا بلدي يا أم الحلال عليك، عاشق ترابك وبينا حب صافي عليك، مغرم صبابة واسمك على لساني نشيد، يا لايمين عالظلم يا لايمين عالظلم، عاشق لبورسعيد. بتغني لمين والمين والمين، بتغني لمين يا حمام والمين والمين، بورسعيد 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 بلد الرجالة، بورسعيد بورسعيد
بورسعيد بورسعيد بورسعيد رمز الكفاح بورسعيد بورسعيد بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام والمين والمين. انا مبسوط جدا ان انا بغني بورسعيد، لان بورسعيد دي يعني بلد الكفاح والصبر، واهلها كلها رجاله، كفايه جدعنه البورسعيدي. انا كرمت هناك ومش هنسى كرمهم وادبهم واخلاقهم. وكمان انا عايز اقول للناس ان انا من فتره كبيره كنت خاطب من بورسعيد، وكنت بحب اروح بورسعيد دي جدا. كنت بحب هواها، بحب اتنفس الهواء بتاعها، بحب الاكل بتاعها. احلى اكل في مصر سمك في بورسعيد. معروف ان بلد بورسعيد الناس اللي بتفهم في الاكل وبتفهم في ازاي يعمل السمك وجميع انواع السمك. انا اكتشفت في بورسعيد ان احنا هنا ما نعرفش حاجه عن السمك، بنعرف اسم بس، لكن بورسعيد اكلة سمك بجد وصناعيه سمك بجد. لو قعدت اتكلم من هنا للسنه الجايه عشان اوفي حقها من زمان، كمان من زمان هي اللي حمت مصر كلها من العدوان. بورسعيد دي رجاله يا جدعان، رجاله وبلد جميله، بلد هواها جميل. لو قعدت اتكلم من هنا لبكره مش هوفي حقها. عايز اقول للناس كلها ان دي اجمل بلد في مصر بجد، بحبها بعشقها، بحب اهلها جدا، وهفضل لغايه ما اموت اقول احسن بلد في الدنيا بورسعيد. والمين بتغني مين يا حمام والمين دي بورسعيد دي بورسعيد جنة مصر بورسعيد. عصام اسماعيل. بورسعيد جميلة، نسمتها عليلة، الشمس تطل تنورها، يا محلى ليلها وقمرها، لو دقت رزها وشبرها مش ممكن تنسى ليلة. بورسعيد جنة مصر. تحية حب وتقدير وإجلال لشعب بورسعيد البطل، الشعب اللي حارب العدوان الثلاثي واستطاع أن ينتصر عليه بقوة إيمانه وبشجاعته وانطلاقه وحياته العظيمة. دائما شعب بورسعيد في مقدمة مصر لمحاربة العدوان والإرهاب. تحية لكم بالقلب، أنا سعيد وكل أيامكم أعياد يا رب، وتحيا مصر ويعيش شعب بورسعيد. بورسعيد جنة مصر. أحمد بدير. صبحتك لعلك يا كريم. طبعا بهني شعب بورسعيد الجميل العظيم بالعيد بورسعيد القومي. يعني الشعب الجميل دوت هو اللي خرج العدوان الثلاثي من مصر، وطبعا دي حاجات كتير جدا. وتحياتي لشعب بورسعيد واهل بورسعيد تما، من اصغر حد بورسعيد لاكبر حد بورسعيد، مع تحياتي لاهل بورسعيد تما. وبقول ارزقني كفاية لقمتي يا كريم.
يعني لها تاريخ مشرف، وبورسعيد من أهم المدن المصرية، وتحملت كثيرا جدا، وأهلها تحملوا كثيرا جدا في سبيل مصر. بورسعيد بالنسبة لكل مصر هي نموذج وأمل أيضا. أتمنى أن كل ما يحيط بورسعيد يجذب إليها من مهرجانات. يجب أن يقام عدة مهرجانات في هذا البلد العظيم علشان نلفت النظر إليها. والمهرجانات على فكرة الثقافية بالذات تزيد ثقافة وسياحة، لأن بورسعيد بلد سياحية من الدرجة الأولى، لأن تاريخها يقول كده. يعني تعتبر بورسعيد جنة مصر. يا حلوة قولي لي تحت الرملة وسط الجنين، يا حلوة قولي لي تحت الرملة لف انت يا حلوة قولي لي تحت الرملة وسط الجنين، يا حلوة قولي لي تحت الرملة يا ما عدت المدة طب ادور وانا شايف، يا ما عدت المدة طب ادور وانا شايف، ام الخلود صدى حلوة ولذيذة يا ام الخلود، يا ام الخلود حلوة لذيذة يا ام الخلود، ام الخلود يا ام الخلود حلوة لذيذة يا ام الخلود، ام الخلود يا ام الخلود حلوة لذيذة يا ام الخلود. حابب بس الأول أقول لبورسعيد مبروك بعيد القومي المحافظة وعيد النصر وعيد لمصر كلها. بورسعيد من البلاد اللي أنا يعني بعشقها. بحب جدا إن أنا أكون في بورسعيد. بحب ناسها جدا، بحب القناة، بحب المقاومة بتاعت بورسعيد والأبطال اللي احنا عشنا على سيرتهم في بورسعيد. بورسعيد بتمثل لي حاجات كتير جدا. بتمثل لي طبعا ان انا يعني متجوز من بورسعيد، استاذ محمود ياسين، وعلاقتي ببورسعيد من خلال الاستاذ محمود الحقيقه، لان هو بيعشق بورسعيد. انا عرفت بورسعيد وكل تفاصيل الحياه ببورسعيد من خلال الاستاذ محمود، من عشق بورسعيد. بيحكي لنا كتير عن بورسعيد وعن جمال بورسعيد وعن المسرح في بورسعيد انه كان عظيم جدا جدا، وعن بور فؤاد وعن التفاصيل الحياه اللي كانت موجوده في بورسعيد. بورسعيد يعني نزلت كذا مره في تصوير، ونزلت ايام ما كنت في الجامعه واحتكيت بيها. وبحب قوي
بتمشى كتير جدا على الكورنيش بتاع بورسعيد، على القناه عند السبس. كنت في بعد مذبحه الاستاد بتاع الاهلي المصري، كنت اول الناس اللي موجوده هناك، لان انا عارف ان بورسعيد ابطال، بورسعيد اتظلم في الحكايه دي. كنت من اول الناس اللي كنت هناك بعديها على طول مساند شعب بورسعيد. بتمنى لبورسعيد كلها الخير، انها تعود تاني مدينه جميله سياحيه اقتصاديه، تقدم كتير لمصر زي ما قدمت قبل كده، تقدم تاني لمصر. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكنت اتمنى اكون معاكم في اليوم ده، لكن طبعا عندي مسرح فمعلش انا يمكن مشاركتي تبقى من خلال الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، كل واحد في بورسعيد كل سنه وهو طيب، كل واحد في مصر كل سنه وهو طيب، ويا رب تبقى سنه 2015 تبقى خير على مصر كلها وعلى بورسعيد، وان شاء الله تصبح جنه مصر، وهي بالفعل جنه مصر. كل سنه وانتم طيبين. بلدي يا كلمة ونغمة يعملوا غنوة، بلدي يا صياد وبنبوطي وناس حلوة، بلدي يا شط وترعة وفنار على مينا، بلدي الجميل والقبوطي وكل ضواحينا. كل سنة وانت طيب يا ابني ويا أختي ويا كل عين شافت بلدي بعيني. كل سنة وانت طيب يا بورسعيد. بورسعيد هي جنة مصر الأولى، بورسعيد هي تاريخ البطولة، بورسعيد هي اللي خلت مصر كلها تشوف النصر، بورسعيد جنة مصر. شعب بورسعيد العظيم، كل سنة وانتم طيبين، الأهل القومي بورسعيد، انتوا شعب طيب جدا وشعب الأبطال والبطولات، وأنا عاشق لبورسعيد، وتقريبا ما يعديش شهر لما لازم اروح اعون اليومين هناك كده. وطبعا من ابطالنا البواسل اللي هزموا العدوان الثلاثي وربوا العالم بكلمتهم عشان يطردوا العدوان الثلاثي من مصر. بقول لكم انتوا ابطال، وانتوا شعب مصر اصيل. بورسعيد جنة مصر كده، وشعبها كده، واهلها كده، والارض طيبه. بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي يا بورسعيد يا بلدي، يا ام الفنار العالي فوق الكنال الغالي، وسفاين والحضري سفاين والحضري انوارها بتلال، انت الشباب والخير والشط والمينا والشط والمينا، انت السمك والخير رجلي كافينا رجلي كافينا، انت السفاين عالكنال في البطولة والرجال، ناديت لك بجد بنتبعها فينا. بورسعيد جنة مصر. أنا بقول لأهل بورسعيد كلهم كل سنة وأنتم طيبين، ومصر كلها طيبة. بورسعيد من أحب المدن إلى قلبي أنا شخصيا، من البلاد اللي أنا بعشقها، وكتير قوي قوي لما بلاقي نفسي زهقان من القاهرة وزحمة القاهرة بروح أستجم ببورسعيد، شعبها الجميل الجدعان. بورسعيد مدينة جميلة جدا جدا، كلنا بنحبها وبنحترمها. بقول لأهل بورسعيد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة إيه؟ النصر 23 ديسمبر، ذكرى. أنا كل ما أجي عندك كل ما أشوفك لازم آخد فلوس. فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ودايما بورسعيد منتصرة ورفع راس مصر كلها لفوق، وبورسعيد جنة مصر. مساء الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وبشكر شعب بورسعيد بعيد النصر، وبقول إن شعب بورسعيد أحسن رجالة على مستوى
المستوى الوطني، وانا بحب شعب بورسعيد جدا وبحب بلد بورسعيد، اتمنى لما اكون معاهم على طول في كل وقت. وعايز اقول انهم اكثر شعب مضياف، وان انا سافرت كتير قوي بورسعيد وقعدت فتره معاهم. عايز اقول لكم بورسعيد جنة مصر. كان معاكم مطرب بورسعيد تاريخ مصر، بورسعيد تاريخ وجنة مصر، بورسعيد جنة مصر. بورسعيد جنة مصر، بورسعيد بلد الرجالة، بورسعيد أجمل بلد مصر. أنا رحت بورسعيد أكثر من مرة، وبيت في بورسعيد وصورت في بورسعيد. أول مرة رحتها كان في انطباع غريب كده، رحت البلد حسيت ان انا في مكان ملوش علاقه بجمهوريه مصر. في جو، يعني جو اوروبي شويه، جو نظيف، البلد نظيفه، الشوارع نظيفه. اهل بورسعيد على عكس بقى كل اللي بيتعامل بقى من كاركترات في الفن وكده وبتاع حاجات كده ابو العرب والكاركترات اللي بتتعمل دي، بالعكس الناس لطاف جدا ومضيافين جدا وكرمه جدا. استقبلونا كان بشكل كويس جدا، قعدنا في اماكن ممتازه، ساعدونا حتى واحنا بنصور، ما كانش فيه اي حد، ما كانش فيه مضايقات عندهم حتى، يعني ثقافه كده لطيفه في التعامل مع الناس. بورسعيد بجد بلد انا كنت احلم ان بورسعيد دي، وهي كان المفروض انها تبقى اعظم من دبي ومن سنغافوره ومن الاماكن اللي بقت شيء عظيم دلوقتي. ان شاء الله هتبقى احسن باذن الله لشعب بورسعيد واهل بورسعيد، لان الناس بجد بيحبوا البلد بجد وعايزين يخلوا البلد حاجه حلوه بجد. واللي اقدر اقول عليه ان بورسعيد جنه مصر. من قلبي بورسعيد جنه مصر، اهل بورسعيد من شعب مصر حبايبي. انا مختلط مع اهل بورسعيد. بورسعيد كلها شهامه، كلها جدعنه، كلها اخلاق، كلها نخوه، كلها رجوله، كلها رجوله. البورسعيديه رجاله كده 100 تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بورسعيد هي جنة مصر. الكلام اللي اتقال اقول ايه؟ بورسعيد جنة مصر طبعا. تحياتي وتحياتي لأهل بورسعيد وأحبابي في مدينة بورسعيد الباسلة. بنقول لكم البورسعيدية البورسعيدية البورسعيدية. بس واحنا في المدرسة كنا دايما لما نسمع سيرة بطولات بتحصل في تاريخنا او اثناء صراعنا مع العدو الصهيوني، كان دايما القاسم المشترك واحد بطل من ابطال بورسعيد. يعني دي من الحاجات اللي انا مرتبط بيها، مرتبطة بورسعيد معايا بذكريات كلها بطولات وعزة وكرامة. فمرة خرجنا بالليل وصاحبنا على مجموعة من الشباب الصغير اللي هم كنا سن 12 و13 سنة يعني. فبدأت أكذب عليهم وأقول لهم بقى إن أنا إيه يعني قريب جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد جاب في الجول وحاجات كده. فكلت حتة علقة أنا فاكر، واللي لم يمين وشمال. هي فكرة حبهم لبلدهم وحبهم للمدينة نفسها ممكن بتخلي يبقى فيه، بس هي طبعا في إطار كله بيبقى في إطار كوميدي وإطار دمه خفيف. بورسعيد جنة مصر.
وهتفضل جنة. بورسعيد دي مملكة لوحدها، يعني حتى البورسعيدية لما بنحتك بيهم سواء داخل بورسعيد أو بره بورسعيد بنحس إن بورسعيد تعتبر قطعة مصرية عزيزة جدا عليهم. وجود بور فؤاد الناحية التانية في آسيا برضه حاجة قوية جدا بالنسبة للبورسعيدية. لما حصل المشاكل في الكورة قالوا احنا هنروح ننضم لآسيا. فبورسعيد بلد رائعة. يمكن افتكر حاجة جميلة قوي حصلت لي على معدية بورسعيد، كان معايا بعض الأصدقاء ومعديين المعدية فحبينا نعمل مقلب جميل في واحد معانا، فقلنا له روح ادفع للقبطان بتاع المعدية تمن اللي هيعدي يعني. فهو كان أول مرة يروح بورسعيد تقريبا، فراح طالع واخد فلوس وطالع للقبطان، واحنا طبعا متابعينه بنضحك عليه جدا. فراح ونزل زعلان، انتوا ازاي تشتغلوني وما ينفعش كده. فالموقف ده انا مش قادر انساه يعني. بورسعيد جنة مصر، ويا رب يا رب نتمنى ان هي ترجع فعلا تاني نبض مصر ونبض الوطن العربي، وترجع مقر التجارة العالمية زي ما كانت قبل كده. انا بحيي بورسعيد وبحيي رجالة بورسعيد اللي شرفونا في مهرجان الثلاثي وشرفونا في حرب 73. رجالة بجد حامين حدودنا وحامين مصر. فعلا بورسعيد جنة الله في مصر. شكرا لكم. مدينة بورسعيد من أيام الفراعنة كان لها تاريخ حتى في الحضارة الإسلامية. كان التمنيس إمارة مصرية مستقلة من أعظم مدن مصر في صناعة النسيج وصناعة الحرير، وكانت الحرير بتاعها بيتصدر لكل الأباطرة والقياصرة في العالم. وكان عندها 1000 دكان عطارة يعني بتوع الكيمياء أو الكيمياء، وكان عندها على الساحل 1000 سفينة. مدينة كانت مدينة مباركة من أيام العصر الفرعوني والعصر الإسلامي. في العصر الحديث كانت 56 طلع على النضال، طلع منها أبطال وثوار دافعوا عن الوطن زي ما قال جمال عبد الناصر. مدينة بورسعيد يا إخواني دافعت عن مصر، دافعت عن الوطن العربي، طلع منها أبطال. في المكان اللي احنا فيه ده بيطلع مقاومة شعبية، بيطلعوا بيستقبلوا الأسلحة اللي جاية من تحت المنزلة. مدينة بورسعيد صورها سيد عصران، محمد مهران، عبد الله، حسن الزنجير، احمد هلال، كل واحد له قصه بطوله. عصران قصر صعيد مليئه بالابطال، كل بيت كل حاره فيها شهيد او بطل. انا بحب البلد دي وبحب تاريخها. و67 كان لها دور، و73 كان لها دور، و67 كان اول شراره تنطلق لرد الكرامه المصريه في راس العين لما ضربوا لواء اسرائيلي كان داخل من راس العين، ضربوا من قنبله هلال الاسرائيليه ورفعوا الروح المعنويه للجيش المصري. انا بحب مدينه بورسعيد وموقفها الحالي اللي كان في ثوره 25 يناير وشهدائها اللي ماتوا في 26 27 28 في حكم عصابه الاخوان. كان لها دور، وهي اللي بدات اول اوراق تكلف الجيش بالدفاع عن الوطن. كان في ميدان الشهداء، ميدان المسله، كانوا الشباب بيعملوا توكيلات للجيش عشان يدافع عن الوطن. انا بحب البلد دي، البلد دي جنة الله في أرض. وكل سنة وانتم طيبين، وتفضل بورسعيد جنة مصر. في الأول وفي الآخر هي جنة. أنا من رأيي برضه جنة ربنا حطها في هذا المكان، إنما هي بورسعيد جنة مصر. هي دي أم الشهيد. اتحملي يا بورسعيد، اتحملي غدر الزمن ولو هندفع الثمن. عاشق ترابك يا بلدي لو دمي يسيل، عاشق ترابك يا بلدي وبقول مواويل. أنا المتيم في غرامك وأنا اللي حاسس بآلامك. مين يحبك زي أنا مين؟ مين اللي قلبه زي حزين؟ يا جوهرة على شط حزين. دايما ولادك رجالة بيدافعوا عنك ببسالة. اقروا تاريخها كله نضال. دي بورسعيد بلد الأبطال، ولو هتنسوا بورسعيد اقروا تاريخها من جديد. دي صفحة بيضة معطرة ومسطرة بدم الشهيد. هي دي يا بورسعيد، هي دي أم الشهيد. عالسمسمية لي عيني وتعيش يا بحر توديني
على بورسعيد على جنة مصر. بورسعيد يا بلدي انتي كل الحياة، 56 تاريخي بالدم كتبناه، مهما العمر يفوت هفديك اليوم مموت، مقدرش ابعد واسيبك الا وانا في التابوت. بورسعيد يا حرة ابنك أصبح شهيد، وكتب اسمك بدمه